أفادت مصادر إعلامية بأن الجندي المقدم على هذا الفعل الإجرامي سدد طعنات قاتلة لزميل آخر له. لقي مصرعه لاحقا بالمستشفى الجامعي بمدينة وجدة متأثرا بجروحه البالغة، فيما أقدم مرتكب الجريمة على الانتحار بإطلاق الرصاص على نفسه. وفق المصادر ذاتها، فإن الجندي الجاني الذي يبلغ من العمر 22 سنة كان مكلفا بالحراسة رفقة زملائه بالشريط الحدودي الذي يبعد على مدينة أحفر بكيلومترات قليلة. وقد هرعت إلى مكان الحادث مختلف الأجهزة الأمنية من قادات وضباط عسكريين ورجال الأمن والدرك من أجل معاينة مسرح الجريمة. وفتح تحقيق معمق في النازلة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إقدام الجندي على هذا الفعل، فيما جرى نقل الضحيتين إلى المستودع الأموات بمستشفى الفارابي بمدينة وجدة.